يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جاي اصور معاكم في المعرض اللي كلمتكم عليه في اكتر من فيديو، معرض ابو الدهب. من المعارض المحترمة جدا جدا جدا. مكانه فين؟ في فيصل. في ممكن تجوا من شارع العشرين، لان شارع العشرين ناس كتير تعرفه. وممكن تجوا من طلبية. من شارع العشرين تدخلوا شارع التلاتيني، اخر شارع التلاتيني من شارع الطلبية. هتدخلوا من عند ميدان الساعة تسألوا عليه، هو في أول الشارع بتاع ميدان الساعة. طبعا رقم التليفون موجود لأي استفسار عن سعر، عن منتج، عن أي حاجة. هما ناس محترمين جدا، وأسعارهم فعلا رخيصة قوي عن برا. وأرخص من الشركة، أرخص من معارض كتير سألت فيها. معاملتهم ممتازة بصراحة. يستحقوا إن الواحد يعمل معاهم أو عنهم الريفيو دون. يا رب إن شاء الله يعجبكم. هما طبعا بيبيعوا منتجات فريش ومنتجات العربي، وانا كنت اشتريت من عندهم بصراحة اكتر من كبة وكيتشن، فعجبني قوي التعامل بتاعهم. وطبعا قلت ايه، لازم نشارك مع بعض زي ما بشارك معاكم كل حاجة. السلام عليكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ استاذ استاذ وسام، اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الناس المحترمين. استاذ كريم اخبارك ايه؟ من الناس المحترمين بصراحة اللي اتعاملت معاهم يعني. فانا جاي بقى النهارده هعمل معاكم ان شاء الله فيديو كده للمتابعين عندي عن الكبات. كبة فريش، لان احنا كنا جربنا اكتر من منتج منها بصراحة ومحترم جدا يعني. فقلت بقى الناس لازم ان شاء الله تستفيد برضو معانا. تمام. انا كنت سألت قبل كده عن الكبة دي والكبة دي، فايه الفرق بين دي وبين دي؟ دلوقتي الفرق ما بين الكبه دي والكبه دي، الكبه دي بتبقى 400 واط. تمام. نفس دي 400 ودي 400 واط. الفرق ما بين دي وما بين دي ان دي بتبقى لتر ونص، دي بتبقى معانا 2 لتر. تمام. يبقى زي ما حضرتك شايف، بيبقى الوعاء بتاعها ده بيبقى ضد الكسر. تمام. يعني لو وقع مننا على الارض الكلام ده ما بيحصلوش ايه اي حاجه، زي ما انت ايه شايف. تمام. ده الكبه زي ما هي، حتى مفيش خرشات، مفيش الكلام ايه اهو اللي انت حضرتك بتشوفه ايه. مفيش اي مشاكل ما شاء الله. بيبقى معانا السلاح بتاعه بيبقى مكون من 4 شفرات. تمام. من الاستانلس اللي هو معالج ضد الصدى، اللي هو ما بيصديش. تمام. ممكن يبقوا اتنين طبعا، صح؟ ايه؟ ممكن يبقوا اتنين بس. ممكن يبقوا 2. احنا بنقدر ان احنا مثلا نخلع دي. تمام. حاسس بس ما تعورش ايدك. طب ركبهم احسن. قدرت ان انا اخليها سلاح واحد. تمام. بيبقى معايا اهم حاجه عندي في الكبه ان البنز بتاعها ده بيبقى ستانلس زي ما انت شايف. تمام. مش بلاستيك. هتفرق في ايه بقى؟ هتفرق. اقول لحضرتك على حاجه، ده لو بلاستيك. تمام. وهنا الجسم بتاعه من الداخل برضو بيبقى زي ما حضرتك شايف. تمام. بيبقى ستانلس. هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا طبعا، حضرتك عارف البلاستيك اول عاج مع ضغط الشغل والسخونيه بتاعت الموتور. تمام. بتدي ناس سخونيه هيتاكل معاك. تمام. لكن ما تبقى زي كده، الخامه ستانلس زي كده، ده طبعا ايه، العمر الافتراضي بتاعها بيبقى اطول. تمام. بدل مثلا ممكن حضرتك تيجي تقرص عليها في الشغل مثلا. تمام. زي ما بنشتغل في الكبه الكلام ده كله. الموتور، ما هو كده الموتور بيسخن. تمام. لو بلاستيك، البلاستيك كده كده كلنا عارفين ان هو ايه، بيسيح او بيتاكل. تمام. فهي دي الميزه في كبه ايه، فريش. تمام. قلنا هنبقى دي الفرق ما بين دي وما بين دي هتبقى 200. والمنتج ده لسه جديد اصلا في السوق؟ الكبه دي اللي لسه نازله حاليا جديده السوق. تمام. بس الكبه القديمه دي برضو، دي مش قديمه، دي برضو كده ماشيه حاليا في السوق. بس هم حبوا ان هم ايه، يجددوا. بدل ما تبقى في كبه واحده مثلا وفي كبات في المنافس مثلا بتبقى ضد الكسر، هو برضو منزل لك الكبه ايه، ضد الكسر ايه. تمام. منتج فريش. طب في اوبشن تاني ليها؟ الاوبشن التاني هنا عندي الموتور. في مواتير مثلا حضرتك لما تيجي دلوقتي بتقرص عليها في الشغل، ممكن تقرص في مواتير تانيه بتسخن معاك. تمام. لما بتسخن في هنا مركب لك حاجه اسمها سنسور، اللي هو الحساس. الحساس ده لو الموتور وصل لدرجه حراره معينه بيفصل اوتوماتيك لمده 30 ثانيه. تمام. فكده هيحافظ على الموتور ذات نفسه، ومش هيتحرق منك. تمام. الموتور بتاعها بيبقى نحاس طبعا. تمام. ودي بتبقى ميزه حلوه فيه، مش ان هي حاجه وحشه. بتبقى حاجه برضو كده حلوه. وان هو حته السنسور دوت اللي هو درجه الحراره المعينه اللي بيوصل لها الموتور، ممكن لو هو مش حاطط لك السنسور ده ممكن تكمل عادي، بس في تلك الحاله الموتور هيتحرق منك. ده هيبقى خلي عمر الجهاز الافتراضي يقل بسرعه يعني. هيبقى اقل. تمام. دي بتبقى ضمانها سنه. تمام. بس شركه فريش بتديك عمر افتراضي تاني بعد السنه دي 2 سنين لتوفير قطع الغيار. يبقى يعني سنه وسنه. سنه
وسنتين تاني غير السنه. يعني كده 3 عمر سنين. افتراضي بيديك سنتين عمر فاتت توفير قطع الغيار بتاع الكبه. تمام. بالنسبه دي هنخش للكبه دي حضرتك، دي بتبقى هي نفس السلاح برضو، تمام. بس هنا هيبقى اصغر سيكه، اللي هي حاجه بسيطه صغيره. الوعاء بتاعها اصغر يعني؟ دي هتبقى الوعاء بتاعها لتر ونص. دي لتر ونص. بس الفرق ما بين ده وما بين ده، احنا قلنا دي دي ضد الكسر. ودي بس دي لا، دي ازاز. دي ازاز. تمام. دي مش ضد الكسر. تمام. ده الفرق ما بين الوعاء ده والوعاء ده. تمام. والاتنين بيقطعوا لحوم؟ الاتنين لحوم بجميع انواعها. تمام. بتفرم معاك الخضروات بجميع انواعها، بصل، ثوم. تمام. بالنسبه هي طالما قطعت اللحمه يبقى تقطع اي حاجه ثانيه. اكيد طبعا، اكيد. بس ما ينفعش نقطع فيها حاجات صلبه، زي مثلا يعني مثلا تلج، بن، حاجات من دي. لا. دي بتأثر على الشفرة نفسها. على الشفرة ذات نفسها. تمام. مش هتنفع، يعني هي هتخلي الشفرة تبقى تلمة. وغير ان هي تبقى تلمة كده مش هتعمل معاك، لان حبايه البن بتبقى صغيره، وهنا عندك الكبه كبيره، فانت بتعوز حاجه تلم. تمام. ايوه. هي بيبقى في اصلا المفروض للحاجات دي اللي هي المطاحن بقى، المطحنه الصغيره دي. بيبقى في مطاحن للبن. تمام. في مطاحن للبن. تمام. عشان بس الناس، اصل المشكله ان احنا هنا في مصر بالاخص عايزين حاجه لكل الحاجات. لا. فبرضك لازم نوضح ان في المطلق ما ينفعش اصلا نستخدم الحاجات دي مع الكبه اصلا. لا. وفي هنا ميزه كمان، يعني هنا الكبه ديت ممكن ان انا احط فيها لحمه او بصل. في كبات تانية لو ضربت فيها بصل وجيت غسلتها وجيت سبتها شويه وجيت اضرب فيها توم، بلاقي لسه في ريحه البصل هنا. اجي اعمل لحمه الاقي في ريحه فراخ، الاقي فيها كده. تمام. لا، دي بيبقى الوعاء بتاعها معالج ضد الروائح والكلام ده كله. تمام. ما بتعملش اصلا دي ريحه. تحتفظ بالريحه بتاعت الحاجه يعني. تمام. بتقدر ان انت ان هي تمشي ريحه منها بنفسها. تمام. كده ده الفرق بين الكبه دي والكبه دي. وزي ما قلنا السنسور، ان هي السنسور بتاعها بيبقى ممتاز جدا. تمام. السنسور ده عشان الموتور بتاعها المكونات الداخليه كلها اصلا من النحاس. الموتور تمام. مكوناته نحاس. تمام. طبعا السلاح بتاعه بيبقى ستانلس زي ما حضرتك شايف. الستانلس ده بيبقى السن بتاعه ليزر زي ما انت شايف. تمام. دي بالنسبه للسلاح. تمام. زي ما قلت لحضرتك. وطبعا بقى يا جماعه احنا اصلا في المعرض من بره هو الرقم بتاعهم موجود اهو، اللي عايز يسال بقى على اي حاجه او عايز يسال على سعر المنتج معين. يعني مش الاسعار طبعا متغيره، فمش هينفع نقول السعر دلوقتي، بس هو في العموم السعر بتاعهم محترم جدا برضو، والمعرض نفسه سعره مختلف عن سعر بره، عشان انا مجربهم في كذا منتج بصراحه، ناس محترمين جدا يعني. طيب عايزين بقى الفرق بين برضو الكبه. انا اشتريت الكبه دي اللي هي ايوه دي استخداماتها في ايه مثلا، والكبه دي يعني اللي هو المحضر الطعام. والمحضر بقى اسف بالظبط كده. ده هيبقى معايا اسمه هاند بلندر. تمام. ده هيبقى محضر طعام. تمام. بس ده برضك ممكن نقدر نقول عليه محضر طعام برضو، ولا يعني ايه؟ بص اقول لحضرتك، ده محضر الطعام، ده كلنا عارفينه. تمام. ده كلنا عارفينه. دوت بيبقى اسمه محضر، ممكن نقول عليه محضر طعام، بس محضر طعام صغير بالظبط. هيبقى برضك متعدد الوظائف بالظبط. يعني عندي دوت مثلا، ده معاه وعاء، ده معاه وعاء للعصاير. تمام. مثلا لو اللي هو العصاير زي ما انت حضرتك اللي انت بتضرب فيها في الهاند بلندر نفسه. بالظبط. تمام. ضرب لاستخدام الهاند بلندر. ومعاه كبه. وهيبقى معاه الكبه. الكبه دي برضك ممكن ان انا اعمل فيها هاتها كده عشان الاضاءه عشان تبان اكتر. هيبقى معاه الكبه ديت، ممكن ان انا برضك اضرب فيها خضار. الكلام ده كله. حبيت ان اعمل سلطه فواكه. تمام. هنا معايا دي كبه للحوم زي ما حضرتك راسم. هنا هيبقى ده مضرب بيض وكريم جانتيه. تمام. لو حبيت اخفض بيه كريم جانتيه اعمل بيه عجينه سايله. تمام. ينفع استخدم واحده بس منهم عشان لو اعمل نسكافيه مثلا حاجات من دي؟ ممكن واحده بس ماشي. ممكن، بس لو هتبقى في كوبايه مثلا في مج حاجه محكومه. طبعا يعني هنا في الوعاء ده برضو مش ما اجيش في كوبايه ازاز مثلا. مش في كوبايه مش مج يعني. لا هيكسره. تمام. لان معاك معلش ده 1100 واط. تمام. ودي ستانلس فممكن تكسر الكوبايه. فاكيد هتكسره. ايوه. فلو هاجي في وعاء زي كده وحبيت ان اضرب النسكافيه ماشي، ممكن اعمله هنا. تمام. او اي عجينه سايله زي ما انا قلت، كيكه مثلا، عجينه كريب، الكلام ده بالنسبه لي. ماشي. فده اصبح ان هو بيعمل معاك كذا وظيفه. تمام. حبيت برضو كبشر فيه اللي هو البصل. في هنا في مبشره اهي.
تمام. والوعاء دون 1500 ده 1000 اللي هو لتر ونص اللي هو يعني. لتر ونص. تمام. والوعاء دوت 600 عشان طبعا احنا اصلا المفروض لما اي كبه بردك هنفرم فيها اللحمه بتكون الكميه بتاعت اللحمه مش كبيره. ده بيبقى دي اللي هي الخصائص بتاعت الجهاز. عندي كبه الساعه، الكبه بتاعتي هنا بتبقى 600 تمام. وكوب الكاس اللي احنا قلنا عليه اللي هو الوعاء بتاع الهاند بلندر بيبقى 800 مللي تمام. ساعه اللي هو المحضر كله عامه بيبقى 1500 واط، 1500 مللي اسف. اللي هو المحضر اللي هو الكبه دي اللي هي الكبه الكبيره دي 1500 مللي تمام. ودي 600 وده طبعا الدراع بتاع الهاند بلندر. وطبعا الموتور ده هو اللي بيركب على كل الاستخدامات دي يا جماعه. انا كده هعمل فيديو في البيت عن بقى اوريكم ازاي استخدامه. بصراحه هو ممتاز، انا لما جربته كان ممتاز، لان 1100 واط اصلا الحاجه ما بتاخدش ثواني على بال ما تتفرم. تمام. ده بقى المحضر بقى العادي بتاع الناس اللي عارفاه العادي بقى. ده بيبقى مقام عامل شفشه تمام ومطحنه، وبيبقى مقام عامل الموتور. طبعا الجسم الموتور بتاعه بيبقى اكبر من ايه؟ من حجم المضرب اللي هو الهاند بلندر. تمام. ده بيبقى برضو الجسم بتاعه بيبقى نحاس. سلاحته بيبقى مزود من 2. يبقى السلاح بتاعه ستانلس. تمام. وطبعا هو المحضر ده عمره ما هيشتغل غير لما اكون متاكد ان الامانات بتاعته كلها متقفله. يعني انا مثلا ما احطش السلاح كده. ايوه. واقوم حاطه كده. تمام. هقفل وهاجي اشغله مش هيرضى يشتغل معايا. لا، يبقى انا اكد ده يبقى ليه تكه. دي التكه دي. تمام. اوري برضه الطريقه. ده بيبقى اسمه العمود بتاعه اللي بيشتغل عليه السلاح. جدا. ده اللي بيبتدي. تمام. فكده الجهاز ده بقى كام واط؟ ده بيبقى 1000 واط. 1000 واط. تمام. بيبقى ليه امان زي الوعاء بقى قد ايه؟ برضه لتر ونص ولا قد ايه؟ الوعاء بتاعه ده بيطلع معاك لحد لتر و200، يعني قول لتر مثلا. لتر و200. تمام. لتر و200. 1000 واط بردك يعني هيفرم لحوم وخضروات. لحوم وخضروات. تمام. وبيعمل معاك مثلا بيبقى ليه وشوش اللي هو للبطاطس للبصل للبصر يعني والكلام ده. تمام. عن طريق الوشوش طبعا بتبقى جوه. ثواني برضه نوري للناس شكل الكرتونه اهو يا جماعه، اللي هو الابيض في الاخضر ده. هو ده الشكل بتاعه، الثلاث وشوش بتوعه بتاع الشيبسي والبشر والقطاعات بتاعته. تمام. والخلاط الوعاء بتاعه قد ايه؟ الخلاط الوعاء بتاعه قد ايه؟ هيبقى لتر ونص. لتر ونص. هيبقى لتر ونص. تمام. ماشي. ومعاه هو يبقى لتر ونص ولتر 800 ماشي يعني. تمام. يبقى لغايه لتر و800. هو اخره كده لغايه لتر و800 لو هتملاه على الاخر طبعا، بس حسب الله الاخر يعني بس. يعني هو يقول مثلا لتر ونص. تمام. طبعا المطحن دي بقى اللي تطحن بقى اللي احنا قلنا عليها من شويه. فلفل اسود بن الكلام دي بالنسبه للمطحن بالظبط، عشان نحافظ على ما يبقاش نطحنش الحاجات الصلبه دي عشان نحافظ على عمرها الافتراضي يعني. بالظبط. تمام. بتبقى اللحوم زي ما احنا قلنا والخضروات والكلام ده. اللحوم بقى بجميع انواعها، فراخ لحمه اي حاجه. بالظبط. تمام. خلاص تمام كده. انا مش عارف عشان ازعجتكم النهارده بس انا بحب دايما اتابع يعني الحاجه اللي انا بشتريها عندي في البيت، اوري الناس ايه الفرق بين ده وبين ده، لان طبعا في منتجات تانية انا لما باجي اشتري حاجه بسال عن كذا منتج. هو انت تمام. قبل ما تشتري الحاجه لازم تسال عنها واعمل بحث كمان عنها واشوف الناس بس رايها ايه في المنتج. فلقيت بقى ان المنتج فريش بصراحه، جوده كويسه مع سعر كويس. وطبعا هي فريش شركه من زمان يعني فمحترمه يعني. بصراحه ربنا وخدمه ما بعد البيع دلوقتي بقت الله اكبر حاجه، بقت حاجه محترمه. تمام. حاجه تحترم فعلا. تمام. انا فعلا برضه كنت وصلت معاهم وكانوا محترمين يعني في التعامل يعني. برضه بتستفسر يعني مثلا خدت ده في عايز استفسار مثلا زي ما حضرتك مثلا عايز ما بعرفش مثلا اشغلها. في مشكله. تمام. ممكن ان انا اتصل عادي وبسال وهم بيجاوبوا يعني. الناس هي بصراحه ربنا بتجاوب. طيب كويس. استجاب على طول. ما دي اهم حاجه في الشركه، ان هي ما بعد البيع والمتابعه والضمان وصدق الضمان يعني ما يقوليش الضمان على كذا ويجي ساعات لما الحاجه تعطل يقول لي. الضمان بيبقى شامل يعني. عندك برضو في ثلاجات في الكلام ده كله الضمان بيبقى حتى كاتب لك على الثلاجه بتاعته كده ان ضمان مثلا 10 سنين كامل. هو شامل كله. هنعمل بقى فيديو عن الثلاجات عشان ما نطولش على الناس في الفيديو ده. هنعمل فيديو عن الثلاجات وعن كذا منتج بقى في فريش عموما يعني. خلاص انا اتشرفت بيك
الف شكر طبعا على وقتك، وان شاء الله بقى نتقابل في الفيديو بتاع التلاجات. طبعا وانت والله نورتنا، واحنا مستعدين يعني تحت امر اي حد من بتوع حضرتك. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا رب. خلاص ان شاء الله اشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي، ومع الف سلامه.